ده نص كيلو فول مدشوش، نقعته في ميه ليله كامله وصفيته. دي خضره مشكله هقول لك ايه هي بالظبط وتقطعيها ازاي. بصله كبيره قطعتها 4، راس توم كبيره او معلقه ونص كبيره من التوم اللي فرماه في الفريزر، معلقه كزبره كبيره، معلقه كمون كبيره، معلقه ملح، نص معلقه شطه، ودي اختياري لو انتي مش بتحبي الشطه. هاخد الكبه بتاعتي، وانا عملتها في الكبه ما عملتهاش في المفرمه، لان الكبه بتدي عرق وبتخرم الفول كويس قوي، واحنا محتاجين ننعم الفول زي اللي بنجيبه من بره. انا ما حطيتش الكميه كلها علشان يعني اسهل على الكبه الضرب. تمام، هتفرميها كده على اعلى سرعه عندك في الكبه. بصي هتلاقي الفول ابتدى كده يتكسر. تمام، اتكسر، لا انا عايزاك ناعم، فهضربه تاني فرمه كمان. هي مش بتاخد وقت والله، بس ايه لازم ندي الحاجه حقها بالظبط. فرمت الفول مره تانية، ده كده لوحده خالص من غير اي اضافات، فول بس مفروم في الكبه من غير اي اضافات. امشي معايا كده خطوه بخطوه وان شاء الله هتاكلي طعميه زي الفل، هتدعي لي عليها دعوه حلوه. بصي هفضي كل الفول بتاعي. بصي القوام بتاعه لسه كمان، لسه هو كده ناعم كويس، بس لسه كمان هتشوفي دلوقتي هنضربه اكتر مع باقي المكونات لحد ما تلاقي الفول بتاعك عجينه ناعمه زي الفل. هضرب باقي الفول بتاعي، هاخده طبعا كميه بكميه زي ما قلنا. طيب الخضره المشكله اللي قلت لك عليها ديت ايه؟ دي حزمه كرات كامله، بتقطعيها علشان تسهلي عليها الضرب في الكبه. انا قطعتها على 3 اجزاء. حزمه بقدونس كامله، بس النص اللي تحت اللي هو عيدان بس ما فيهوش اوراق ما اخدتوش رميته. حزمه شبت كامله، اخدت برضو الجزء اللي من فوق اللي فيه الاوراق، والنص اللي من تحت اللي هو العيدان رميته مش عاوزاه. تمام، العيدان مش محببه، مش هتتفرم قوي، هتلاقيها معاكي في الطعميه شكلها مش لطيف. هتشرب معاكي الميه ومش هتخلي الطعميه كويسه. انا فرمت كل الفول بتاعي بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. ما حبيتش افرمه كله في الفيديو عشان ما يطولش عليكم. دلوقتي هعمل الخليط التاني اللي هو عباره عن الخضره بتاعتي والثوم والبصل. هضربهم مع بعض كويس قوي، افرمهم فرمه ناعمه لوحدهم. فرم ده لوحده وفرم ده لوحده بيديني لما اخلطهم على بعض بعد كده بيديني عجينه متجانسه، فيها عرق كويس قوي، ما بحتاجش احط لها ميه. هي كده فيها سوائلها المظبوطه اللي ظبطت لي الطعميه، مش هحتاج احط ميه لان الميه ممكن تكتر ممكن تقل، يعني ممكن تبوظ معاكي الدنيا لو انت مش متحكمه فيها قوي. فبلاش، احنا هنعمل بالطريقه دي هتدينا عرق كويس قوي في الطعميه من غير ميه. الله يكرمكم بلاش ميه، الميه بتبوظ الدنيا. هكمل باقي الخضره بتاعتي، وطبعا الخضره ما تكتريش عن كده، ما تجيبيش اكتر من كده علشان ما تسودش منك، تبقى غامقه والخضره بتغمق الطعميه. احنا محتاجين طعميه فاتحه زي اللي بتجيبيها من بره، وعلشان الطعم يبقى باين احنا ما بناكلش خضره خالص، احنا بناكل فول بخضره، عشان الطعم بتاعها هيبقى باين، فما تكتريش خضره عن كده. حطيت كل التوابل مع الخضره مع البصل مع الثوم، وهضربهم مع بعض ضربه حلوه، انعمهم خالص. بقوا معايا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. هاخدهم واحطهم على الفول واشتغل بايدي اعجنهم مع بعض عجنه حلوه. هنزل بقى كل الخليط، وبصي بقى هنضربه بقى تاني في الكبه، بس بعد ما نعجنهم بالطريقه اللي انت شايفاها دي، علشان ندخل الخليط كله في بعضه والالوان تمتزج وتتماسك وتديني بقى ايه اللون الجميل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. بصي اعجنيهم بايدك في الاول ده عشان يدخلوا في بعض، عجنتين مع بعض يدخلوا في بعض، وبعدين هناخدهم على الكبه دي اخر فرمه اللي هتنعم معايا الفول خالص. بصي متهيألي باينه قوي، مش محتاجه بقى ميه ولا الرغيف المبلول ولا الحاجات دي. انا والله بعملها بالطريقه دي وناجحه جدا معايا. احنا دلوقتي لما نعجنهم مع بعض اللون هيتعزز اكتر، الخضره هتتفرم اكتر، هتلاقي اللون معاكي اغمق شويه واختلف شويه بقى شبه بتاعه بره. بالظبط. برضو تحطي كميه قليله، ما تكتريش على الكبه بتاعتك علشان تمتزج مع بعض وتديكي اللون الجميل. بعد ما بتفرمي الخليط كله مع بعضه برضو لفيه مع بعضه كده بايدك عجنه بسيطه علشان كله ايه يتداخل من مع بعضه. هتبقى في حته ناعمه، حته فاتحه، حته غامقه فيها خضره اكتر فيها خضره قليله، الخضره كلها بتكون اتفرمت وبتديني لون حلو قوي هوريهولك دلوقتي. هي في الفرمه التانية مش بتاخد وقت زي الاولى، لان اصلا اوريدي الفول معاكي ناعم والبصل ناعم وال
والخضره ناعمه. بصي العجينه جميله جدا، ملسه وحلوه قوي زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. طيب قصه البيكنج باودر والكربوناتو والكلام ده انا ما بحطوش. بصي انت هتاخدي كميه وتعمليها دلوقتي اول لما تعملي، وعايزه تشيلي الباقي، طب هطلعه هيكون الهواء اللي دخلته الكبه ده وخليتها هشه راح في الفريزر مع التخزين. هتعملي ايه وانت بتحطي الخليط بتاعك؟ عندك اختيار من اتنين، يا تضربي عليه بيضه بسنه كمون وملح، يا اما تحطي طرف المعلقه بيكنج باودر على الخليط بتاعك لو ما عندكيش البيضه. بس انا بصراحه بشجع البيضه اكتر. دلوقتي العجينه بتاعتي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الجميل ده. جبت خليط من الكزبره الناعمه والسمسم المحمص، خلطتهم على بعض عشان ابتدي احمر الطعميه. بتعمليها قالب كده مدور زي ما انت شايفه، بتساوي الجناب بتاعته. طبعا انت حاطه زيت على النار يسخن، الطعميه لازم تنزل في زيت سخن كويس قوي، اوعي تحطي الطعميه في زيت بارد. ممكن بقى تاخديها كرة في ايدك بالظبط كده، تمسكيها بين صوابعك وتروحي غرزاها في الكزبره والسمسم، وبعدين تشكليها دايره كده، بتبقى كل الوش بتاعها خد كزبره وسمسم. انما لو شكلتيها في الاول زي الطريقه الاولانيه بيبقى نص الوش بس هو اللي فيه ايه، كزبره وسمسم. انا بحبس يعني بشجع الطريقه التانيه دي اكتر، اللي هو بمسكها بايدي واحطها فيه وبعدين اشكلها. طبعا شوفي اللون بقى عامل ازاي بعد ما خلطتيها الخلطه التانيه، هي كده مظبوطه بالظبط 10/10. حطيتها في الزيت وهو سخن زي ما انتم شايفين كده، تقليها مش بتاخد برضو وقت، هما 3 دقايق على النار، تاخد لون من الناحيه دي، تقلبيها الناحيه التانية تاخد لون الناحيه التانية. وشوفي بقى جمال لونها علشان احنا ما زودناش الخضره، اللون بتاعها فاتح وجميل زي بتاعه بره بتاعه المطاعم بالظبط. اخدت لون من الناحيه دي، لفتها الناحيه التانية، وزي ما قلت لك في التخزين الهواء بيخرج اللي دخل من الكبه، فانت هتعوضيه ببيضه على الكميه اللي هتقليها بعد كده. انا بشيلها في اكياس بصراحه، ببيضه او يعني تمن المعلقه بودر حاجه كده على طرف المعلقه. طعميه اتقلت معايا اهي وبالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شكلها بصراحه تحفه. احنا طبعا الايام دي محتاجين يعني نعمل كل حاجه في البيت، وربنا يعافينا يا رب من الامراض ومن الاوبئه اللي احنا فيها ديت، فدي حاجه مطلوبه جدا كل يوم. فان شاء الله يا رب الطريقه بتاعتي دي تفيدك، وهي ان شاء الله طريقه سهله وحلوه قوي. انا عملت كل المقدار ده وشلت بقيه النص كيلو في الفريزر، تشيلي على اكياس على قد احتياجك.